اعمل ايه عشان اخلي نموه سريع جدا، عدد ازهاره كتير، وحجم الزهره يكون كبير؟ تعال اقول لك النهارده على 3 خطوات لو عملتها للورد بعد التقليم الورد عندك هيصبح سريع النمو، عدد الورد فيه هيكون كتير جدا، حجم الورد هيكون كبير. الخطوة الأولى هتجهز تربة زراعية خفيفة عبارة عن تربة طينية مع رمل بناء بنسبة 1:1، وهاخد عود الورد اللي أنا عملت له عملية التقليم قبل كده وهبدأ أعمله عملية تغيير للتربة. وحاجة تانية مهمة كمان خليك معايا هقول لك عليها. بعد ما هتزيل الكيس بتاع الورد أو القصيص وتطلع النبات بالصلاية بتاعته، هاجي بعد كده بالسكينه اقص جزء كبير من التربه واعمل عمليه كشف للجذور من اسفل. انا هنا كده بزيل التربه من على التلت السفلي من الجذور، حاول انزع التربه خالص تماما واكشف الجذر. وبعد كده هجيب بقى المقص واعمل عمليه تقليم للتلت ده، هقصه نهائي. طب بقص التلت ده ليه؟ لان انا لما اقص هنا الجذور هدي فرصه ان هي تبدا تجدد تاني وتكون لي شعيرات جذريه قويه جدا، هتساعد معايا جدا على سرعه امتصاص الغذاء والماء، وطبعا ده هيخلي النبات قوي سريع النمو. هكون محضر بقى قصيص كبير شويه عن الاول، واضيف شويه تربه في قاع القصيص وابدا بقى انقل النبات. هرفع النبات بقى بحرص واحطه في نص القصيص بالظبط، وابدا بعد كده ازود التربه حوالين النبات من كل اتجاه. بعد ما ازود التربه واملاها كويس اجيب عصايه وابدا اعمل عمليه ضغط للتربه حوالين العود بحيث ما يكونش فيه اي تهويه. بعد كده هكمل القصيص بتاعي واملاها بالتربه واضغط التربه بتاعتي برده كويس، وبعد كده اسويها. ننتقل بقى للخطوه الثانيه، هجيب شويه سماد عضوي قديم تام التحلل، وابدا بقى اعمل عمليه حفرتين حول الشجره يمين وشمال عن طريق معلقه، واضع في كل حفره معلقتين 2 من السماد العضوي. ده سماد فضلات او روث المواشي، جاف جدا بقاله اكتر من سنه في المشتل عندي، وهضيف زي ما انتم شايفين كده معلقتين في كل ناحيه من القصيص شمال ويمين، وابدا اغطي او اردم على السماد العضوي تاني بالتربه. وبعد كده هعمل عمليه الري. بعد الري بقى هنتقل للخطوه الثالثه، هقوم محضر لتر ماء في رشاشه او بخاخه، واضيف عليه نصف معلقه صغيره من بيكربونات الصوديوم او صودا الخبيث، وهبدا ارش واغسل النبات كويس جدا للتخلص من اي امراض فطريه زي توقع الاوراق بتاع الورد اللي كان بات عندي من الموسم اللي فات. وهترك النبات بقى بدون اي تسميد ولا رش ولا غيره. هيبدا النبات ان شاء الله يدخل معايا الموسم الجديد بقوه، سرعه في النمو وزياده جدا في التزهير، وحجم الزهره هيكون كبير جدا. ساعتها بقى هنا استخدم بقى سواء ال NPK او السماد الطبيعي لو كان فيه محتاج رش فطري او حشري، اللي هي الرعايه المعتاده للورد الجوري. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى ليكم كل توفيق والى لقاء فيديو اخر ان شاء الله.